بصراحة لم أكن أريد التحدث في هذا الموضوع، ولكن ما حدث اليوم للمغرب عندما تأهل للنهائي كأس العرب بعد فوزه على الإمارات يثير الكثير من الشكوك. هذا الانتصار هل هو حقا نتيجة عمل ومهارة فحسب، أم أن هناك كواليس خفية وقرارات تحكيمية تميل لصالحهم تجعلهم يبدون أقوى مما هم عليه؟ صحيح أن الجزائر خرجت مبكرا، ولكن هناك من يحاول تضخيم إنجازات المغرب إعلاميا ليظهروا وكأنهم فوق الجميع. أنا لا أستطيع أن أتجاوز الشكوك حول نزاهة هذا التقدم. هناك أشياء خفية تحدث خلف الكواليس. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي هذه المرة أن أخرج عن النص وأن أقول ما لم أعتد قوله. ما يفعله المنتخب المغربي الشقيق اليوم لم يعد قابلا للتجاهل ولا للتقليل ولا حتى للتشكيك. التأهل إلى نهائي كأس العرب بعد إسقاط الإمارات ليس مجرد فوز عابر، بل إعلان واضح عن هيمنة كروية تبنى بهدوء وتحصد بثبات. المغرب الشقيق لم يعد منتخب مفاجآت، بل مشروع مكتمل حاضر بقوة في كل الفئات ويفرض احترامه حتى على أكثر منتقديه وأنا أولهم. نعم، ما نشاهده اليوم إنجاز استثنائي وتحول تاريخي يستحق التوقف عنده. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم تغطيتنا للحدث اللي راهو شاغل الرأي العام الكروي العربي كامل. المنتخب المغربي الشقيق اليوم راهو في نهائي كأس العرب بعد فوز جديد وتأكيد جديد، وراه يواصل كتابة صفحة قوية في تاريخه في وقت منتخبات عربية كبيرة خرجت من الدور الأول على غرار الجزائر وتونس. اليوم تأهل المنتخب المغربي الشقيق لنهائي كأس العرب بعد فوز جديد وقوي وواقع فرض نفسه بقوة في البطولة، عكس منتخبنا الوطني الذي لم يشرفنا في هذه البطولة. معنا اليوم ضيف ثقيل، اسم كبير في التحليل والتعليق الرياضي، الرجل اللي يعرف خبايا الكرة الجزائرية والعربية، المحلل والمعلق المخضرم مولودي حنوني. مرحبا بك كابتن مولودي. سؤالي ليك وبصراحة تامة ومن غير مجاملة، هل اللي راه يحققه المنتخب المغربي اليوم هو مجرد تألق ظرفي، ولا لازم نعترفوا باللي راه مشروع كروي متكامل سبقنا بخطوات؟ وأين تقف الكرة الجزائرية اليوم مقارنة بما وصل له المغرب في هذه البطولة؟ فردوان، خليني نكون واضح وما نلفش. اللي راه يصرى مع المنتخب المغربي اليوم ما راهوش صدفة وما راهوش ضربة حظ، هذا واقع لازم يتقال كيما راه. المغرب راهو خادم على روحه من سنين، وراه اليوم يحصد في النتائج. المغرب ما راهوش غير فريق فاز بمباراة ولا زوج، راهو منتخب عنده هوية، عنده شخصية، وعنده مشروع واضح من القاعدة حتى للأكابر. تشوفهم في الأشبال، في الشبان، في المحليين، وفي المنتخب الأول. نفس العقلية، نفس التنظيم، نفس الجدية. هذا ما يجيش بالصدفة. اليوم في كأس العرب شوف كيفاش لعبوا، شوف الانضباط، شوف الثقة. فريق يعرف واش حاب، يعرف كيفاش يربح، وما يخافش من حتى منتخب. وصولهم للنهائي ما راهوش مفاجأة، راهو نتيجة منطقية لمسار طويل. أما احنا في الجزائر لازم نكونوا صريحين مع رواحنا، راهنا متأخرين في بزاف أمور، غياب استقرار، غياب رؤية طويلة المدى، تبديل وكل مرة نبدأ من الصفر. ما نقدرش كل مرة نعلق الإقصاء على شماعة الحظ ولا التحكيم. المقارنة اليوم وبكل موضوعية تميل لصالح المغرب. هما سبقونا في التنظيم، في الاحتراف، وفي كيفية تسيير المنتخب. هذا ما ينقصش من قيمة الجزائر، لكن يفرض علينا نراجع رواحنا بجدية. الخلاصة نقولها بلا حساب، المغرب اليوم نموذج كروي ناجح في المنطقة، واللي ما يعترفش بهذا راه يضحك على روحه. إذا حبينا نرجع بقوة لازم نخدمه، مش نهضروا بزاف. والله من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا، أسود العالم. هو من عام 2022 من كأس العالم الأخيرة، المغرب الحقيقة هي ملك إفريقيا. هي عام 22 وقت اللي وصلت الدور النصف النهائي قلنا ضربة حظ، لازم تكون ضربة حظ. قلنا ما شافوهاش، ما عاشوهاش، ما راوهاش كيفاش جاية، ولكن ظهروا أنه المغرب قاعدة تخدم خدمة كبيرة ياسر. راهو مش سهل، معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، نستخدم على رواحها حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020. الصغيرات الكل مدربين مغاربة من عام 2020، نفس التكوين في نفس المركز. الكل اللاعبين متاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة الحقيقة احنا يخوفنا برشا. رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف، معناها سي فوزي لقجع، معناها انسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن انسان يخدم مليح،
انسان يحضر، انسان حط كل الامكانيات. وللامانه نقولوها راف، للامانه المغرب كدوله حطت كل شيء في الكره، حطت كل شيء في كره القدم، لان كره القدم جابت لها تنظيم كؤوس افريقيا، جابت لها تنظيم كاس العالم، جابت لها يوريك انه الكره تنجم تكون وسيله نتاع استثمار، الكره وسيله نتاع السياحه، تجيب لك السواح. المغرب نظم كاس العالم للانديه، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كره القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقه كعرب وكافارقه، مرجع في العالم. تتقرر المغرب في العالم كيفاش السياسه نتاع كره القدم عندهم فعلا وصلت، وانه ولات اقتصاديه من عمالقه اللعبه، من عمالقه اللعبه في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكانه كره القدم قاطره للاقتصاد المغربي، قاطره للاقتصاد المغربي. المغرب فعلا نجم نقول انه اليوم ملك العالم عن جداره، ملك العالم عن جداره. مبروك لاخواتنا المغاربه، نتصوروا الفرحه اللي عايشينها. كان احنا امبارح منتخبنا وصل للنهائي وهز، معناها كانت تكون فرحه هستيريه. دونك نتصوروا اليوم الفرحه اللي قاموا عليها الاشقاء في المغرب. مبروك لكل المغاربه، احنا نفرحوا لهم، ومن حقنا زيد غير وناصر بعدت برشا علينا المغرب. بصراحة لم أكن أريد التحدث في هذا الموضوع، ولكن ما حدث اليوم للمغرب عندما تأهل للنهائي كأس العرب بعد فوزه على الإمارات يثير الكثير من الشكوك. هذا الانتصار هل هو حقا نتيجة عمل ومهارة فحسب، أم أن هناك كواليسا خفية وقرارات تحكيمية تميل لصالحهم تجعلهم يبدون أقوى مما هم عليه؟ صحيح أن الجزائر خرجت مبكرا، ولكن هناك من يحاول تضخيم إنجازات المغرب إعلاميا ليظهروا وكأنهم فوق الجميع. أنا لا أستطيع أن أتجاوز الشكوك حول نزاهة هذا التقدم. هناك أشياء خفية تحدث خلف الكواليس. ألو، بالله خلوني نهدر، خاطر الدم طالع لي للفوق. أنا من صفاقس، ومش معقول اللي قاعدين نشوفوه توا. تونس برا، الجزائر برا، والمغرب ماشية للنهائي، ومن بعد يجيك شكون يقولك لا ما يستاهلوش. بالله عليكم وين عايشين؟ المغرب اليوم فريق منظم، فريق يخدم بعقله مش بالصدفة. تشوف لعبهم تقول هذم ناس حاضرين فاهمين الكورة، داخلين بعقلية الربح، لا فوضى لا تبرير لا بكاء على التحكيم، يخدموا ويمشيوا لقدام. أما احنا في تونس خلينا نحكيه بصراحة، أداء ضعيف، اختيارات غالطة، نفس الغلطات تتعاود ومن بعد نلوموا الدنيا الكل. والجزائر نفس الحكاية، غرور زايد، ثقة فارغة، وما فماش عمل حقيقي في الميدان. المغرب اليوم شرف الكرة العربية ورفع الراس سواء عجبنا ولا لا. اللي صار مش مؤامرة ولا كواليس، اللي صار اسمه خدمة وتخطيط، واللي ما يحبش يعترف بهذا راهو يكذب روحه قبل ما يكذب الناس. أنا كتونسية نقولها وقلبي يوجعني، برافو المغرب، تستاهلوا النهائي وتستاهلوا الفرحة. واحنا وتوا والجزائر لازم نفيقوا شوية ونحبوا الكورة بالفعل موش بالكلام. هذا الواقع، يعجب اللي يعجب ويغضب اللي يغضب.